بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا 5 مواضيع مهمة جدا، فاذا عجبك الفيديو فياريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي: اول موضوع هو هروب ميدو، تاني موضوع مطالب برحيل أوسوريو، شوبير يعلن إيقاف كهرباء، رضا عبد العال وضمير حكم مباراة الأهلي والمصري اللي اتلعبت امبارح، رمضان صبحي في الزمالك. السلام عليكم. أول موضوع هنتكلم فيه هو ميدو عبر تصريحات كتبت على تويتر. قال: أناشد إدارة نادي الزمالك بالاستقالة وإتاحة الفرصة لمجلس جديد للعمل فورا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه. إذا كنتم فعلا تحبون الزمالك لازم تمشوا النهاردة قبل بكرة، التاريخ لن يرحمكم. هو ده اللي قاله ميدو على حسابه في التويتر، انه عايز إدارة نادي الزمالك تقدم استقالتها. ليه؟ لأنه خلاص كفاية كده، وإن كنتم مش قادرين تنقذوا نادي الزمالك. طبعا انا عندي كذا سؤال هنا عايز اساله لميدو. عايز اساله: مش ميدو ده هو اللي قال ان نادي الزمالك على الطريق الصحيح؟ وهو اللي قال ان الزمالك هيبرم صفقات قبل البطولة العربية؟ وهو اللي قال كمان ان احنا عندنا نظام تفاوضي وسيستم معين؟ ميدو اليوم بينط من المركب وبيطالب إدارة نادي الزمالك اللي موجودة حاليا بالاستقالة. هل من الممكن انك انت تثق في ميدو ولا ما تثقش في ميدو بعد اللي قاله له؟ لانك انت كمان ما انتش عارف هو ميدو بالظبط هو في اي اتجاه. هل هو كان مع الاداره ولا هو ضد الاداره؟ فياريت لو انتوا تقدروا تكتبوا لي في التعليقات ايه رايك في الكلام اللي ميدو قاله له على اداره نادي الزمالك. هو ياريت تقولوا لي رايكم. الموضوع الثاني هو ان في مطالب دلوقتي برحيل أوسوريو. في الاتجاه دلوقتي الاعلامي اللي هو في الفتره اللي جايه هو تهييج الراي العام الزملكاوي ضد المدير الفني أوسوريو. ظهر ده ازاي؟ ظهر طبعا مع الاعلامي شوبير ومحمد شبانة، انهم بدأوا يعملوا انتفاضة مرة واحدة، وبدأ ينتقدوا أوسوريو على المباراة اللي هو لعبها الأخيرة اللي هي كانت امبارح. طبعا اعرف ان لما الاتنين دولت بينتقدوا المدير الفني تعرف ان في خير كبير جدا لنادي الزمالك، لان معروف ان شوبير ومحمد شبانة بيكرهوا نادي الزمالك جدا، وهم عايزين يعملوا تهيج الرأي العام. يوم يحصل ضغط على الإدارة اللي هي موجودة حاليا بانها تعذر المدير الفني الموجود، او لو جاءت لجان برضه يحصل لهم ان هم يمشوا المدير الفني، لانه مدير فني ممتاز جدا وعبقري جدا واحسن مدير فني في رأيي في مصر في الفترة الحالية. كمان شوبير اتكلم في موضوع ملف كهرباء، وقال شوبير وخلال تصريحات تلفزيونية اكد انه لم يصل اي شيء للاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن، مؤكدا ان كل ما خرج اعلاميا بشأن ايقاف كهرباء هو مجرد تكهنات ولكنها اقرب للحقيقة. وقال ان هناك في حلين لكهرباء: الاول الدفع والانتهاء من هذا الملف من اجل رفع الايقاف عنه في حالة صدوره رسميا، ولكن لن يتعجل هذا الدفع، خاصة وان اول ارتباط هيبقى يوم 15/9. يعني اول حل قال لك ان هو يدفع، ولكن هو مفروض ما يستعجلش لان اول مباراة هتتلعب هي يوم 15/9. الحل الثاني وقال لك هناخد اتخاذ اجراءات قانونية جديدة من خلال الاستئناف على قرار ايقافه واطالة القضية، ولكن في تلك الحالة هي نسبة الفائدة بتزيد، مؤكدا ان الغرامة الحالية هي 2,400,000 دولار إلى جانب غرامة تأخر 30,000 فرنك. يعني هم كمان ممكن يقول لك نطول القضية، ولكن المشكلة الحالية ان انت عارف ان الغرامة دي بتزيد كل شوية. دلوقتي هي 2,400,000 ولكن ممكن بعد كده تبقى اكتر من كده بكتير. هو ده رأي شوبير. الموضوع اللي هنتكلم فيه هو رضا عبد العال ورسالة إلى حكم مباراة الأهلي والمصري. وجه رضا عبد العال نجم القطبين السابق هجوم على اللي هو حكم مباراة الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر
وقال ده من خلال تصريحات تلفزيونية، وعلق على هدف الأهلي اللي هو جاء في اللحظات الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، حيث قال إن ضربة الجزاء حتى لو هي صحيحة فهي خطأ أصلا من البداية لصالح المصري وعلى حسين الشحات بسبب شد إلياس الجلاصي. وبعدين قال كمان وإن هناك كمان كان في ضربة جزاء أخرى للمصري ولكنها لم تعاد، ما عادوهاش تاني مرة الفار. وقال كمان إن الحكم اللي كان على الفار ده هو نجل أحمد الشناوي الخبير التحكيمي في اون تايم سبورت، والذي كان يبرر أخطاء نجله. ووجه رسالة إلى حكم المباراة الأهلي والمصري وقال هتنام إزاي وضميرك مش مستريح. يعني كده رضا عبد العال قال لك كل الحقيقة بتاع مباراة الأهلي والمصري امبارح. هو المفروض أصلا إن الأهلي ده ما يتغلبش أبدا، لازم يكسب طول الوقت بالحكام، لازم يعملوا أي حاجة. يعني المباراة امبارح المفروض إن المصري يكسب المباراة، لأن ضربة الجزاء اللي جات للأهلي هي في الأصل هي ضربة حرة قبلها. ده هو اللي بيتكلم فيه رضا عبد العال في الموضوع ده بالنسبة لموضوع رضا عبد العال. هنتكلم دلوقتي على آخر موضوع اللي هو إسلام صادق وعن رمضان صبحي لاعب بيراميدز. هو قال لك إنه قريب جدا من الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد التحدث مع اللاعب موافقته إنه هو هيوافق على الانضمام للأبيض. وقال إسلام صادق في مقدم برنامج البريمو عبر قناة تاني الفضائية رمضان صبحي وافق على الانتقال إلى نادي الزمالك بعد ما كان متحفظا على الأمر، وأتم نجم كبير سابق من الزمالك تحدث مع رمضان وأقنعه بارتداء القميص الأبيض. وقال لك بقى كمان ده الأهم، قال لك إن هناك رجل أعمال عربي وعد بالتكفل بالصفقة حال موافقة بيراميدز على رحيل اللاعب. يعني اللاعب ده ممكن يبقى موجود في نادي الزمالك لأن دلوقتي رمضان صبحي موافق، وإن كمان هو بس احنا محتاجين موافقة بيراميدز وفي راجل أعمال هو اللي هيتكفل بالموضوع ده، وهو اللي هيدفع كل مرتبه وهو اللي هيشتريه. فده طبعا ده على أساس إن إسلام صادق هو اللي قال الكلام ده على انتقال رمضان صبحي لنادي الزمالك. ده بالنسبة للمواضيع بتاع النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم النهاردة، فياريت لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وألف شكر إنكم استمعتوا لي، والسلام عليكم.